السلام عليكم. اليوم جبت لكم قصة حمام فاطمة. الحمام القديم في ماطر في ولاية من ولايات تونس. الحمام هذايا يقول انه فما اول حاجة بنحكيو على بو البنية اللي تعيش في الحمام. البو كان رجل صالح ورجل ياسر، ناس طيبة. كان عنده نقولوا احنا ارض كبيرة، كان يزرع فيها الفلفل، يزرع فيها البصل، الثوم، كل شيء، يعني يسترزق ياكل مكان الارض ذيك. بطويلة المدة الراجل يصرف على مرته وبنته. بطويلة المدة مسكين طاح مرض، مات، الله يرحمه. بعد فترة الأم والبنية شكون باش يصرف عليهم، شكون باش يوكلهم، شكون باش يقفلهم؟ صارت الحكاية انه البنية نهار من نهارات مشيت تعبي في الماء من البير. البير هذايا موجود بحذا الدار. مشيت هي وامها، وقت اللي طلت البنية على البير تلقى حاجة تشعل، فامها قالت لها برا اهبط جيب لي الحاجة اللي تشعل في البير. وقت اللي هبطت البنية، خاطر البنية ذميمة وصغيرة، دونك كي هبطت تجبد في فك الحاجة اللي تلمع يلقاوها فلوس. اذهب، قالت لها امها ارجعي زيدي اجبدينا، على خاطر هم فقراء وما عندهمش يعني. فهي طمعت المرأة وقالت لبنتها بري اهبتي اجبدي لي. هبطت البنية تجبد 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 وتعطي لامها، فالبير قاعد يتسكر على البنية وتقولها يا ما راهو البير قاعد يتسكر عليا شوية شوية. تقولها ميسير زيديني شوية زيديني شوية زيديني شوية، لين تسكر البير على البنية. وقت اللي قاعد يتسكر البير قالت لأمها يما إذا تحب تشوفني مرة ثانية جيب 40 فاطمة. هي البنية اسمها فاطمة، قالت لها جيب 40 فاطمة في نفس الوقت وأنا نخرج لك. وصارت الأم تفركس، تعمل تقد، تبكي، تعيط، ما نجمتش تطلع بنتها ولا شافتها من نهار ذيك. ما جت فترة المرأة حلت حمام اسمه على البير ذاك، حلت حمام اسمه فاطمة، وحبت تلم 40 فاطمة باش ترجع لها بنتها وما نجمتش. فالحمام تجيه فاطمة اوكي، بس ما نجمتش انها تجمع 40 فاطمة باش تطلع بنتها. والقصة قعدت هكاكا. والحمام بعد سكان الحي غاديكا قديش من مرة يمشوله كل شيء، مرات يشوفوا طفلة صغيرة، مرات يسمعوا صوت. والحاجة المميزة انه الانسان اللي يمشي الحمام ويخرج منه يبقى ريحته بالمسك 4 ولا 5 ايام. سبحان الله. القصة ما نعرفش عليها صحيحة او غلطة، يقولوا خرافة من الخرافات.